ما كنتش متخيلة ان كل ده يطلع من ذرة الفشار. هاتي كوباية ذرة فشار وحطيها في بولة وحطي عليها مية وسيبيه منقوع 12 ساعة. بعد ال 12 ساعة هاخده اغسله كويس لحد المية ما تبقى نظيفة، وبعد كده هحطه في حلة وهحط عليه مية، املى الحلة مية وارفعه على النار واسيبه لحد ما يستوي كويس جدا. هياخد معايا وقت قد ايه في التسوية؟ هياخد معايا ساعة. لو في اي ريمة طلعيها وهو بيغلي كده. هعرف ازاي اللي هو استوى؟ هتتك عليها، لو اتكسرت معاكي بكل سهولة ولقيتيها طرية يبقى كده مستوية. بعد كده طلعيها بمصفى، صفيها من المية كويس وحطيها في بولة. بعد كده هنحط عليه نص كوباية من الدقيق، عليهم ربع كوباية من النشا، والتوابل معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة من الشطة. لو مش حابة الشطة ما تحطيش شطة. هقلبهم بقى مع بعض كويس، هجيب معلقة علشان يتقلبوا معايا كويس، وكل حباية من ذرة الفشار تتغلف بالخلطة اللي احنا حطيناها دي. بعد كده هاخد كده نص الكمية واحطها في مصفى وهبدأ اللي انا انخلها علشان نتخلص من اي حاجة زيادة فيها. بعد كده تحطيها في زيت سخن، لازم يكون الزيت سخن والنار تكون متوسطة. من وقت للتاني اديله تقليبة لحد ما ياخد معاكي لون حلو. بعد كده ابدأ اللي انت طلعيه وحطيه في مصفى. هو ما بيشربش زيت خالص، بس هنحطه في مصفى عشان برضو نضمن لو فيها اي زيت الزيت ينزل. بس بصراحة ما اشربش معايا زيت خالص. هحط بقى بقية الكمية. بعد ما خلصت الكمية هبدأ اللي انا احطها بقى في بولة بالشكل ده. عايزة اقول لكم لونه تحفة جدا. هبدأ اتبله تاني بشوية ملح، والملح حسب ما انت عايزة، ورشة برضو من البابريكا، ورشة من الشطة الناعمة. تقدري اللي انتي تستبدلي الشطة بأي طعم تاني، ممكن طعم جبنة، طعم كاتشب. انا حبيت اللي انا اعمله بالشطة. لو انتي حابة اللي انتي تحطي اي طعم براحتك خالص. هديله بقى تقليبة حلوة كده مع بعض. عايزة اقول لكم مقرمش قرمشة تحفة جدا. عملنا من ذرة الفشار احلى مقرمشات باسهل طريقة، وطعمها تحفة جدا. وعايزة اقول لكم يعني مش بتاخد معاكي وقت، هو كل الوقت مرحلة النقع معاكي بس. انما هي سهلة جدا ومبتاخدش وقت، ومقرمشات تحفة جدا وطعمها حكاية. عايزاكم تجربوها بنفس الطريقة، هتعجبكم جدا جدا. اشوفكم على خير دايما.